السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا هعمل معاكم النهارده برجر سهل وبسيط وسريع. انا عملته قبل كده على القناه على اليوتيوب، وكان بالفول الصويا. انا قلت المره دي اعمله بالبقسماط، ومش هيكلف حاجه، والمكونات عندك موجوده في البيت. طبعا احنا عندنا لحمه مفرومه، انا جايبه ربع كيلو لحمه مفرومه، وكل ده من ربع كيلو. كوبايه بقسماط، وبصلتين حلوين كده، تجيبوهم تنضفيهم وتبشروهم وتضربوهم وتفرموهم مع اللحمه. ايه تاني يا ام وليد؟ ومعلقه دي البصلتين، بصل ابيض بصل احمر، الموجود عندك، متقفيش على حاجه معينه. وتوم بودر. انا ما كانش عندي توم بودر، حطيت بصل وتوم عادي، فرمت توم عادي. وكوبايه بقسماط، ومعلقه صغيره فلفل، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه بابريكا. ولو عندك صلصه ممكن معلقتين صلصه او كاتشب، المتاح عندك. ماشي. وتقلبي كله ببعضه. وطبعا البهار بتاع البرجر، البهار اللي بيجي من عند العطار، بتشتري من عند العطار وبتحط، وبيجي جاهز، بتحطيه على اللحمه، بتقلبي كل ده في بعضه. ولو انت عندك الكبة ممكن تديلهم فرمة برضو، او تمسكيه تعجنيه كويس بايدك، زي ما انت شايفة كده. ولو عندك بتاع جبنة ميكس او جبنة شيدر، ممكن تحط برضو طعام البرجر، بيبقى طعمه جميل بجد. انا عملته طعمه تحفة زي بتاع المحلات بالظبط. هتقولي يا ام والده احنا عايزين بقى القطاعة او لا، ما تشغليش بالك بالموضوع ده. برطمان، غطا برطمان، بعد ما تقلبي الخلطة اللي انت حطيتها دي على بعضها كويس جدا، او تفرميها تديلها فرمة كمان في الكبة. لا، تمسكها بقى ايه. وده كان عندي حتتين جبنة شيدر، قلت اما احطهم كمان يزودوا الطعم. قطعتها كده لان هي كانت متقطعة، كنت جايباها متقطعة زي ما انتوا شايفينها، مش هتنفع تتبشر، فقطعتها بالسكينة وقلبت كل ده ببعض. بجد يعني الخلطة كتير وزادت، وكل ما بتحط عليها حاجة بتزيد. وايه، او انا كنت ناسي الملح، تقريبا نص معلقة ملح كده زي الشطرة، بس ما تكتريش عشان ما يبقاش حادق منك ولا حاجة. يعني انت ايدك معيار. البرجر برضو، التوابل بتاعة البرجر نسيتها، حطيت عليها، حطيت على اللحمة معلقة كبيرة توابل البرجر. وبتقلبي برضو، ما مش مشكلة طالما انت ما عملتش حاجة، ما فيش مشكلة، ما قطعتهاش يعني ولا حاجة، بتحطه وبتقلبي. شفتي بقى؟ تمسكها تدعكاها كده، ما طبعا انا مش قرفانة لان احنا اللي هناكله. انت لو انت عايزة تلبسي جلافز ما فيش مشكلة، عادي. انما انا بقلبه بايدي لان ولادي يعني اللي هياكلوه، عشان ما تقرفوش ولا حاجة. ماشي. خلاص كده قلبته كويس. ممكن تسيبيها بقى ترتاح في التلاجة نص ساعة، او تشتغل على طول. انا اشتغلت على طول. اللحمة ولا تفك منك ولا يحصل لها اي حاجة، جميلة ما شاء الله. تجيبي بقى غطا البرطمان، وتجيبي برطمان بقى، تجيبي غطا برطمان من عندك. طبعا احنا البيوت كلها عندها البرطمان، هتفك الغطا وتعملي تحطي عليه كيس. لان الحتة اللي انا صورت فيها وانا بعمل في البرطمان راحت مش لاقياها. وهيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله السمك بتاعه زي ما انتوا شايفينه تخين ازاي، مش رفيع ولا حاجه. السمك بتاعه تخين وزي بتاع المحلات بالظبط. وتجيبي السكينه وتعملي الشكل اللي هو اللي انا بعمله ده، تقطعيه. بس طبعا مش بتقطعيه، ده حز كده خفيف. بعد ما عملت الشكل بقى الحلو ده، شكل البرجر بتاع المحلات، جبت الجريل وحطيته على البوتاجاز، وحطيت يعني مسحة زيت خفيفة، ما تكتريش. وتحطها بقى في الجريل اهو. ما شاء الله جميل، ولا فك ولا جرله اي حاجة اهو. ايه رأيكم يا بنات؟ وحاجات موفرة ونعملها، انت عارفين الاسعار غالية، وتبقوا زي الشطار كده وتعملوا البرجر زي طنط ام وليد. ايه رأيكم؟ وعملت لنفسي بقى ايه، طبق معمر. وعملت لعمر طبق مكرونة وخضرة، وده كان فطارنا النهاردة. وبألف هنا. ايه رأيكم؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.